عشان نلاقي ركب. حضرتك في مستشفى القاهرة الفاطمية قدام قطاع الامن المركزي كله بتاع كمان الدراسه ان شاء الله. المهم ان انا رايحه لسه الساعه 8 الا ربع الصبح، وبعدين انا لسه خلاص بقيت عند رصيف المستشفى. فانا ببص لفرد الامن بتاعنا ان هو يقول لي حركم فين. لقيت البنت اللي هي اتهجمت عليا ديت جايه بطريقه سريعه جدا على العربيه عندي وعماله تشتم في الدكاتره كلهم وشتايم بقى. يعني حضرتك رايحه تركيني عادي؟ جوه العربيه، انا كل ده جوه العربيه. العربيه ماشيه بيها، وبعدين وصلت. انت بتدوري تفصيل بس معلش، انت بتدوري على مكان لركنه في الشارع قدام المستشفى اللي انت شغاله فيه؟ قدام المستشفى. فمشيت يعني انا دلوقتي عند رصيف المستشفى. وبعدين بعد كده لقيتها جايه بتتهجم عليا، وفي واحد سايس كمان تبعها بيحوشها، يعني دليل على ان هي هتعمل حاجه. يعني انا ما توقعتش كده. ولقيتها بقى الشتايم، كم الشتايم اللي هي قالتها دي على الدكاتره كلهم اللي في المستشفى، انهم ما يركنوش عندها، دكاتره كذا وكذا وكذا. فانا بقول لها، انا افتكرت ان هي هتستجيب، فبقول لها عيب يا بنتي الاسلوب ده. لقيتها زادت بقى، فقلت لا ما اقدرش انا بقى، يعني انا ما اقدرش انزل مستواي للمستوى ده. قمت لفه وشي وشفت فرد الامن قال لي اطلعي قدام.